في الدوري المصري. ده حقيقه فعلا يا استاذ تامر. كنت عايز اقول لك بس انا بقول للاستاذ خالد بيوم الحمد لله ان ربنا كرمك وما دخلتش اتحاد الكوره، وان هم استبعدوك الحمد لله. وادعي من ربنا كده ان انت ما تشتغلش في العمل العام تاني، لان العمل العام في مصر ده حاجه صعبه جدا ليه جدا بس؟ جدا ايه اللي جدا. حصل؟ ايه اللي حصل؟ والله يعني انا عايز اقول لك، انا رئيس نادي المطريه القاهره. نادي في منطقه تكتظ بالسكان تصل الى 3 مليون نسمه. العمل العام ده اسوأ حاجه في حياتي. تخيل ان انا بتعرض على النيابه ب 30 جنيه ان انا سرقت 30 جنيه، وان انت خدت 100 جنيه، وان انت خدت 20 جنيه في نادي مهجور 40 سنه. عارف يعني ايه نادي مهجور 40 سنه؟ ما كانش اسمه نادي المطريه وما كانش حد بيقرب منه. نادي ناس قعدت فيه اعضاء مجلس اداره حوالي 35 سنه. 35 سنه في مجلس اداره موجود، لدرجه ان كان في واحد امين صندوق قعد 3 دورات 12 سنه، وعضو مجلس اداره 4 سنين 16 سنه، ورئيس نادي بالتعيين سنه كمان ادي 17 سنه رئيس نادي. وبيكتب على النت الكلام اللي بقوله لحضرتك ده، ويصل سنه الان الى 70 سنه. ومش عايز اقول لحضرتك كانت العضويه في النادي حوالي 300 عضو، النهارده احنا 5300 عضو. كان الفضل الاول لازم ياخد حقه المهندس حسن صقر اللي بص لانديه القاع بعيد عن انديه الشؤون الاعلامي. والحقيقه برضه عشان ابقى منصف، الوزير العمري فاروق الى حد ما الناس اللي حواليه متابعه معانا شويه، في شويه بيروقراطيه وشويه روتين الى، لكن لحد ما متابعين معانا. لكن عندي مشاكل كتيره جدا. استاذ لكن احمد، هو انت المفروض اللي يتابعك الوزير واللي يتابعك اتحاد الكوره المصري لا او اللجنه انا الاولمبيه؟ لا انا الوزير. انا بتبع وزير الرياضه العمري فاروق، بتبع العمري فاروق وزير الرياضه. لكن عارف بيقابلك المشاكل الصغيره بتاعت، طبعا انا بتكلم وانا مش فارق معايا. انا بقالي سنتين رئيس نادي، عملت اللي ما اتعملش في النادي يا استاذ تامر يا استاذ خالد. خلال 40 سنه، خلال 40 سنه يعني مش عايز اقول لحضرتك اكتر مناقصات في تاريخ النادي اتعملت. عملنا حاجات كتيره جدا جدا داخل النادي. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان حد بقيمتكم انتوا الاثنين يجي يزورني يعني باذن الله. ده شرف لينا. شرف لينا. ده شرف ليا. وكون ان انتوا تلقوا الضوء في برنامجكم الجامد ده على نادي صغير زي نادي المطريه، دي حاجه هتتحسب لكم، ويمكن انا حاسسها كاعلامي وزميل معاكم. لكن هو باختصار شديد انا عندي اكتر من مشكله، يمكن يكون ابرزها في الوقت الحالي ان اتحاد الكوره بالنسبه للدرجه الرابعه ما كانوش واخدين بالهم. حتى انا فوجئت مع احترامي ان في واحد اسمه شعبان بسطويسي هو رئيس لجنه المسابقات، واتحدى ان انتوا حتى تكونوا عارفين مين بسطويسي. لا انا عارفه يا استاذ احمد. طيب ماشي، انت عارفه بحكم بقى ان انت دخلت شويه يا استاذ انت دخلت عيش دبابير. لكن مش عايزين نقعد نحكي قصه الناس اللي بتيجي وبتتعين ازاي، لان هو ده مش مجالنا دلوقتي. لكن هو اصلا الاخ بسطويسي لا يعرف نادي المطريه ولا راح نادي المطريه ولا يعرف شبين ولا يعرف دمنهور ولا يعرف اي حاجه بالنسبه لنا. لكن هو ممكن يكون سمع عن نادي هليوبلس لان هو معايا في المجموعه، يمكن يكون سمع عن نادي الغابه لان هو معايا في المجموعه. تخيل ان انا في مجموعه فيها 17 فريق، لعبت 32 مباراه. ده بالنسبه كسبت 24 مباراه، اتعادلت 6 مباريات، خسرت مباراتين. ومجموعات اخرى 6 فرق لعبت 10 مباريات، ومجموعات اخرى 5 فرق لعبت 8 مباريات. وبنتساوى في الاخر ان كل مجموعه هياخد منها فريق واحد من كل مجموعه. يعني انا العب 32 مباراه ب 17 فريق، القاهره والقليوبيه ابقى فريق واحد، والاسماعيليه 6 فرق يلعب 10 ماتشات يبقى ياخد منه فريق. فده انا شايف ان هو ظلم باين. انا مش عايز اتكلم دلوقتي ولا اتكلم في حق حد، لكن عايز اقول ان هم مش ينظروا لنا بعين العطف، لان احنا ما بنشحتش من حد، لكن احنا بنقول ينظروا لنا بعين المنطق بعين العقل. ان انا القاهره والقليوبيه لما ابقى 17 فريق يا استاذ خالد، وحضرتك محلل وحد مصنف، نقدر نتكلم في الموضوع ده يا استاذ تامر. ونقول ان ما كانش لينا اي لائحه بتقول. هم في البدايه قالوا لنا يا جماعه عايزين ننجح المسابقه، فننجح المسابقه بدون امن. حتى لما كنت ببعت لمأمور الاسم او ببعت بقول يا جماعه انا عايز حد يامني، بيقول لك لا، تامين المنشات اصبحت بفلوس. يعني انا كنادي مطريه ادفع 10000 جنيه مثلا عشان يجي يامن لي ماتش على ملعبي، اذا كان انا كنت بشحت فلوس الحكام. وعلى فكره مسؤول اتحاد الكوره وانا كراجل صحفي ما بيردوش عليا. كلمت الكابتن عصام عبد الفتاح المحترم، عصام عبد الفتاح بطل يرد عليا. المحترم حماده المصري ما بيردش، وما يعرفوش حاجه عن الدرجه الرابعه، رغم ان هم ناس محترمه على المستوى المطريه الشخصي. صوت؟
لا المطريه مش صوت، لكن ان شاء الله هنبقى صوت السنه الجايه فهيردوا. لما تبقى صوت. عندك حق عندك حق، فهم هيردوا علينا لما نبقى ان شاء الله صوت. يمكن انا كلمت الاستاذ حسن فريد وقلت له، وكلمت احمد مجاهد، لكن كان في رد غريب جدا من الاستاذ احمد مجاهد عليا، رغم احترامي وتقديري ليه. كل ما اكلم اي حد يقول لي كلم احمد مجاهد، كلم احمد مجاهد، كلم احمد مجاهد، الموضوع في ايد احمد مجاهد كده، بكلمك بامانه شديده يعني. فلما كلمته قال لي حاجه غريبه في المكالمه التليفونيه، يا رب يكون سامعني. قال لي احنا المسابقه بتاعت الدرجه الرابعه ما بنطلع لهاش لائحه، يعني ده متعمد، بنرجئها لاخر الموسم ونشوف احتياجاتنا. لو كنا محتاجين 4 فرق يصعدوا للدرجه الثالثه ناخد 4، لو كنا محتاجين 6 فرق ناخد 6 فرق. فده طبعا ده كلام غير منطقي، وده كلام غير علمي في القرن ال21 اللي احنا بنتكلم فيه على اتحاد كره بدوله بقيمه مصر. سيبك من شويه المشاكل اللي بتحصل دي، ان شاء الله هتنتهي، وان شاء الله ناس بقيمه خالد بيومي هترجع، وناس بقيمه هنا بريده ان شاء الله برضه هترجع، وهيبقى في اتحاد قوي. الناس طب استاذ احمد، في لائحه للدرجه الثالثه؟ طيب في لائحه، يعني الدرجه الرابعه الوحيده اللي ملهاش من لائحه. كلامه بيقول لك ان الدرجه الرابعه الحاجه